بسم الله الرحمن الرحيم. الإيجاز والإطناب. إيجاز وإطناب بلاغة قرآنين. بلاغة شو كلام بليغ. إيجاز وإطناب شو قسمش كلام بليغ. جا قرآن كلامك بليغ إيجاز وإطناب تدحي. قيل البلاغة هي الإيجاز والإطناب. أوقات نملين قلتنا شو بلاغة عبارة إيجاز وإطناب يعني شو تنين ندش بو نمي ذلك. وقيل هاتي قلتن كما أنه يجب كما أنه يجب. تمام. على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز شو لازم أساس بليغ إنسان بليغ ده آلانا إجمالي ده جي كن كرني ده كن بك نوري إجمال بك يعني مجمل سكت بك كن سكت بك إيجازي أو ذاتين. فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن وري واجب سرد جي تفصيل داجي أن يفصل ويشبع دريج بك وتير بك نوري ذاتين. demek ki جي إجازي قال إجاز بك إنسان بليغ جي دريج كنيش قال دريج. ومن الإجاز قوله تعالى إجازة في آية هني وأخرج منها ماءها ومرعاها شي أرضي در خستيا آواوي وتشيراوي. دل بهاتين الكلمتين وهذه كلمات دلتك على جميع ما أخرجه من الأرض. أما بتشي وش أرضي در خستيا قوتا ومتاعا للأنام شقوت به شيء بو استفادة إنسانا به نوري من العشب والشجر والحب والثمر والعصف والحطب واللباس والنار والماء كان بري تاب أخرج منها نور تفجد أرضي دخسي عشب يعني قيا شجر وكثيرات بهوا وقدارة وبنزلي و حب مثلا وكان بجتانا جنم مثلا ثمر فيكي عصف يقاب أو إيش بل مثلا حطب يجبو أوي بس إيزي لباس مثلا جل نار آجر ملح خي لأن النار من العيدان والملح من الماء يعني بيك يعني آجر أو شوا آجر قوم شوا كما بني ماء ومرعاي بيجي آجر دارا شيء عيدان يعني عود جمع عودين دارا شيء تبري دارا هفدان شيء كنيا وملح جي جافي شيء أو شيء لما كي أخرج منها ماءها ومرعاها لما كي أو شيء كما بني نوري يعني يكش كما بني آبي يكش كما بني آجر كما بني أوي مرعاي. تمام. وقوله تعالى نوري آية كادني وإن الإجازة قوله تعالى احتصر جوريه وفيها ما تشتهيه الأنفس ماذا كناها ماذا أخرج منها ماءها ومرعاها بكلمة شهي الأرسال ويا أرضي كبب ها يا قسمي مائي يا قسمي مرعاي يعني جنب مرعاة شيء أصلا قلت يا كنت مثلا يعني شيء يعني أنا شيء إنسان بن وش خير إنسان أساس قسمك يجي درج إنسان هذا بيش أوي رأي مش حيوان نوري. وقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين بس جنتك تبي تشيك نفس مخازن لذات يجيب السين نور هي وتشيك تعرف لذات السين جمعون تشيك نفس مخازن أرزو بكن نوري وتشيك تعرف فشوار. تمام. إيش خو ذاتن تشيك يعني عبارة تجبر هاد تشتاني يا الإنسان تخازن يجي ليه بزت كيف كيف خشت. قال بعضهم جمع بهاتين اللفظتين ولو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها من التفصيل لم يخرجوا عنه. يعني خدای تعالی گوتین هنگا گوتی خدای تعالی بر هدو لحظه توب کردیه معنی کی وره اگر تمام انسان توب ببونه لسر على وصف ما فيها على وصف ما فيها على التفصيل يعني وصفات شيء جنة يمكن او دريج وصفه ممكنه. تمام. يعني لا بخشوا عنه يعني ما شيء في آياتي إفادة كده. تمام. ومن أمثلة الإثناب قوله تعالى جيش إثنابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ده دوم كان الآية أطنب فيها أبلغ طب دريش كتير شما لكن الخطاب مع الثقل شيء خطاب بأوار بجنس وجناره وفي كل عصر هر وقت داية وحين عصر وهر شاخ وهر زمان للعالم منه والجانب عالم وجهر رأي
والموافق من المنافق شيء موافق بش موافق منافق به شو قاسي إجاد ليش كذي. وقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. انا وقت يقول تسبيحتك شو قصد معناه بيؤمنون وانا كنا عرش خدا نوري ويدور عرش تمام يدور عرش يسبحون بحمد ربهم تسبيحتك انت بحمد ربي اخو ايمان بيتين. فقول يؤمن به اطناب شو او اطناب ليش كذي لان ايمان حملت العرش ذات المعلومه نوري. فكي شو اطناب يحتاج شيء به وحسنه إظهار الشرف الإيماني يعني يخشك كذا بشرف إيماني تترخى ترغيبا فيه تعطي شيخ تدكي فهمت كيف؟ وقد يأتي الإطناب للتفسير. الإطناب تفسير إيش قال أهل البيان وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاء بس الكلام ده قابل منهبة لبس قرشترما خفاء قابل منهبة فيؤتى ما يزيل ويفسر جاتي آني تشكي كوي قابل بني يجي أو قرشت أوي أو تبليها بني رات. ومن أمثلة إن الإنسان خلق هلوعا إنسان هلوع هاتي خلق كده جهلو تشيا إذا مسه الشر جزوعا ويبيض كده نوري وقت الشر تسريوي جزوعا يعني فريات كده خيري ديك صبرناك. وإذا مسه الخير منوعا وقت جاء خدا خير ديكي قنجية ديكي مال ديكي ملك ديكي إذا نادا كسي أو ناك بخنجية بخير ناك فهمت كيف؟ قوله إذا مسه تفسير الهلوع أو تفسير الهلوعين تمام يعني هلوع وري مجبوك أوى وبيبانك كما قال أبو العالية وخيره ووري قلت هلوع معنى أفه يعني هلوع إنساني لقارشي قنجية أوى تقارشي مصيبتها دانخسزة والقارشي قنجيش بيشكنه هلوع أوى. أو شيء الأمثال في القرآن الأمثال في القرآن يعني مسألة القرآن ده حكاية. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ما أن يجي إنسان أرى يعني من بيان قياسه بينا للناس ضرب معنى بيانته وضرب له مثل أصحاب الكهف يعني بين له جوري معنى كده ما بيان إنسان أرى في القرآن ده شهر مثالك لعلم يتذكر جبوك تذكر بكم دين بلا خير. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون أما سلن بيجي إنسان أرى بيان كريه وأنا عقل ناقر يعني وفهم ناقر أنا جاق إيه صانع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قلت إن القرآن نزل على 5 أوجه. القرآن سر بين وجهه نازل بيه نزل بين وجهه حلال وحرام ومحكم آيتين محكمين نور يعني تعجبال أبي تنه بيتني ومتشابه نوري وأمثال مثل أمثال شيء فعملوا بالحلال وريبوا بالحلال يعمل بكن واجتنبوا الحرام حرام يخدور بخل واتبعوا المحكم رابعين محكم يفن وآمروا بالمتشابه يبقى معنا نظام كلام وانا يجوكا أو آياتي بعضي وصف خدانة مثلا بعض الدرس الشعب شيء وريتك وانا جماني بيني واعتبروا بالأمثال مثلا جي إذا الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص مثل معناه تكون صورة شخصة لأن أثبت في الأذهان çünkü صورة شخصة daha zihni de sabit. İstihane zihni fiyat bir havas çünkü zihin bu yardım dizisine zihin duan da havas yapıştırıyor bu suret ve havas yapışacak mesela bir hissini bu ne var ya. ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجيز bu قاسي غرض mesele çiye تشبيهها خفية بجلية شيء جيزي تشبيه تبشكي açık والغاب بالمشاهد تشبيهها غابتكي بالمشاهد شيء بتشعر. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب في الأصل. تين مثال القرآن شامل تسر بيانا بتفاوت أجري يعني مثلا خير أفيا أوقايا نوري سكي مزيدي وعلى المدح والذم والقرآن شامل سر مدح وذميتي نوري مثال القرآن مدح وذمته وعلى الثواب والعقاب مثلا الثواب هي الجزاء هي وعلى تفخيم الأمر وتحقيق بشكل مزن يجب شوك وعلى تحقيق أمر أو إبطالة الشكل بعرف تشيبك تشيكي بطالبك. قال تعالى وضربنا لكم الأمثال مجرد مثال عنية فامتن علينا بذلك من المكيدية لما تضمنته من الفرش وفائدة تفسيرها هنا نوري بيانتك. وقد صنف بعضهم في المقارنة بين الأمثال الشائعة وما ورد منها في القرآن الكريم كقوله نوري جا هنك كتاب شكله تصنيف شكلية بالمقارنة مقايسة ما بين أمثال البلابوي لفظ ما يعرب هذا وما ورد منها في القرآن القرآن ده يعني كنت كم مثلا شوانه نوري هاتش منها ناش منها عينينا عينينا نوري كقول مثلا الخبر كالعيان
مم. مثلا قلت مثلا ليس الخبر كالعيان في عالم بيجن خبر نوكك ما بتعرف فينا هي مم. قد ما بين ديتو بيستن هيك مم. فهمتي مم. ديتو بيستن أبعه مم. في قوله تعالى أولم تؤمن قال بلى مثلا أو مسألة عربي لا وراها إجا مقارنة كده قلت مثلا آيات قلت أولم تؤمن ما ناين قال بلى قال زي ولكن يطمئن قلبي وقلبي مطمئن دمكي يعني كان شانه مدايا أريني كيف تحيي الموتى إذا مم. تبين بيجي ربي على ميرا بل. أوجد أولم تؤمن ببلى ولكن دمكي أوجد بيجي ليس الخبر كالعيان مم. نوري أسبوعت كما الشعب يخبين يتهوى مزيدك مم. وقولهم في الحركات البركات مثل بنت حركات ده بركتها حركات ده بركته بل. حرب جيل بيجن في قوله تعالى جاء بنزرية آيات ده مثلا قلتها هي ومن يهاجر في سبيل الله كي حجات كتريا فضاضة حركات يا نوري مم. يجد في الأرض مراغما كثيرا وإذا أرض ده قال كي فايدات فينا وسعة وزين كدير فينا دمكي يعني دمكي البركة عند الحركة مم. نوري الحركة في الحركات البركة وقول كما تدين تدان مثلا عرض بيجن تشبكي أو بتتي شو جذاب دي كي ايوه ويابت تشبكي او تبيك تشتكي بخدكي كمان بجري ورا البيت بنزري وكل ما جبي تشتكي بخدكي مم. لا وري تيجي ايوه ورا سريته او مم. على بجري كما تدين وتدان شو جذاب دي كي توري بي جزاك جا مثلا بنزري ودايتي ده في قوله تعالى من يعمل سوءا يسبيه لا وري كي نبغى شركه بي بي جزاك وفي قول انت قول عرب خير الامور اوساطها قنجي امورات اي اوتنا في قوله تعالى لا فارض ولا بكر مثلا بعصا او شركه بني اسرائيل يشبك قاتل برشيو المقتول ياخذ صاحبه وقاتل ياخذ بيجه بل. دي بيت شركه لا فارض نبر او ياشليه مم. ولا بكر ونا بر اوجي بر küçük مم. عوار بين ذلك ikisinin ortasında بل. yani orta her yerde yani hayır umur evsatı ve vasat وسوى وقفنا وقف başka edini بهرنا بين مم. مم. القسم في القرآن بين وتهم دس بيك كل شيء القسم ما تشكي هيك من هم سليب سكن مثلا. وأكثر من هم تحت تصوير مم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين